تخيل أنك تولد في بغداد في عز الدولة العباسية، المدينة التي تسمى قلب العالم، حيث كل شيء يحدث وأنت في وسطه. تفتح عينيك، ضجيج الأسواق يحيط بك، تجار من الشرق والغرب، لغات لا تفهمها، لكنك تدرك شيئا واحدا: هذا المكان لا يرحم الضعفاء. منذ صغرك يقال لك: إن أردت أن تكون شيئا تعلم، تجلس بين العلماء، تسمع عن الطب، الفلك، الحساب، عقول تسبق زمنها بقرون، والسؤال يبدأ يطاردك: هل تستطيع مجاراتهم؟ تكبر وتدرك أن أمامك 3 طرق، وكل طريق أخطر من الآخر. إما أن تدخل عالم العلم حيث المجد ينتظرك، لكن الخطأ قد يجعلك تنسى للأبد، أو تصبح تاجرا تجري وراء المال، صفقات، أرباح، وخسارة واحدة قد تسقطك، أو تقترب من السلطة حيث النفوذ، لكن كلمة واحدة قد تنهي حياتك. في النهار كل شيء يبدو مثاليا: حضارة، نظام، قوة. لكن في الليل يظهر الوجه الحقيقي: صراعات خفية، منافسة شرسة، عيون تراقبك في كل مكان. تنجح خطوة فيبدأ الآخرون بحساب خطواتك القادمة. تتكلم فيفسر كلامك بطرق لم تقصدها. تقترب من القمة فتدرك أن السقوط أصبح أخطر. تبدأ تشعر أن كل شيء حولك اختبار، ليس فقط لقدرتك بل لصبرك وذكائك. وفي لحظة هدوء تنظر إلى هذه المدينة العظيمة وتفهم الحقيقة التي لا تقال بصوت عال: أن العيش في عز الدولة العباسية ليس شرفا فقط، بل صراع يومي لتبقى موجودا. لأن هنا إما أن تصنع اسما يذكر، أو تختفي وكأنك لم تولد أصلا.